السلام عليكم، ازيكم واهلا بكم في قناه ونس. اهلا باحلى متابعين في الدنيا. انا فاكره واحد فيكم، وفاكره اكتر ناس بتعلق في القناه، ولما بتغيبوا شويه خلي بالكم انا بفضل ادور عليكم واستناكم تعلقوا، وببقى عارفه تعليقاتكم اللي بتكتبوها كل مره بالظبط. شكرا ليكم من قلبي على كل دعم بتقدموه ليا. انتم مش متابعين للقناه، انتم عيلتي التانيه اللي بقف قدامهم وبكلمهم وبتواصل معاهم من غير ما اشوفهم. انا مبسوطه بيكم جدا جدا، ونفسي عيلتنا تكبر اكتر واكتر، بس عمري ما هنسى الناس اللي دعمتني في اول ما بدات. تفضلوا دايما جوه قلبي. شكرا بجد من قلبي ليكم، ويا رب يسعدكم بقدر ما ساعدتموني واكتر. مش هطول في المقدمه اكتر من كده، بس دول كلمتين كان لازم اقولهم. يلا بينا بقى نبدا فيديو مقاطع الرعب بتاعت كل جمعه. النهارده المقاطع كتير، وفعلا الفيديو هيكون طويل ودسم شويه. حضروا كده مشروب جنبكم وهدوا الانوار واقعدوا كده بقى واستمتعوا. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا نبدا على اول مقطع. اول مقطع معانا من مستخدمة تيك توك، نزلت مقطع والمقطع ده فايرال، انتشر بشكل واسع جدا. ده بعد ما اكتشفت فيه شيء مرعب جدا جدا. الفيديو ده كان مفترض ان هو فيديو هزار. هي بيبي سيتر، شغاله بيبي سيتر، فدخلت بيت هي اول مره تزوره، ما تعرفش اي حاجه عنه، علشان تقعد مع ولد صغير لحد ما ينام، مهمه البيبي سيتر العاديه. فوهي بتلعب معاه كده، بتهزر معاه وبيهزر معاها، بتصوروا فيديو كده يعني عشان تبقى توريه للاهل بعد كده، نوع من انواع الترفيه او الهزار. ولكن بعد ما بتصور الفيديو بتتفرج عليه بتكتشف شيء مرعب جدا جدا. وفي الحقيقه مش البيبي سيتر نفسها هي اللي لاحظت الموضوع، مامة الولد هي اللي لاحظت اللي حصل في الفيديو. مامة الولد فجأة وهي بتتفرج كده، بدل ما تبقى مبتسمة فجأة ابتسامتها اختفت، وشها بقى شاحب. اتخضت جدا جدا لان ده اللي شافته. اتفرجوا. But I think I see something looking at me through that window. I might be a little delusional, but I think I see something. لو بصيتوا كده في الركن اللي هناك كده هتلاقوا كأن في راس طالعة بتراقبهم وهم قاعدين بيهزروا، راس كده ونازل منها شعر طويل اسود، كأننا في فيلم ذا جراج. المرعب في الموضوع ان في الوقت ده كانت البيبي سيتر قاعده الولد او الطفل لوحدهم بس، مفيش حد معاهم في البيت. والمرعب اكتر واكتر ان الام لما شافت الفيديو ده قالت انها شافت المنظر ده قبل كده في البيت، فده خضها ورعبها اكتر. فالام بتكمل وبتقول انا لما شفت المنظر ده قبل كده ما اتكلمتش مع حد ولا قلت لحد، ظنا مني ان دي مجرد تهيؤات، ولكن هي التهيؤات بتوثقها الكاميرات صوت وصوره. الفكره ان الام لما نزلت الفيديو في ناس قالوا لها لا انت شكلك مفيكه، الفيديو ده فيديو فيك. فقالت انا مش محتاجه اعمل ده، انا اصلا بعد ما شفت الفيديو ده وبعد ما اتاكدت ان اللي انا شفته قبل كده ده ما كانش خيال، انا سبت البيت كله وطفشت، هجيت منه، سبته من كتر الرعب، ما مش هقعد في الرعب ده كتير يعني. الفيديو الجاي لواحد اسمه سميث عنده قبو كده في البيت زي اي بيت امريكي. القبو ده هو حاطط فيه بقى شويه كراكيب كده وحاجات هو مش بيستخدمها. فبيقول ان من فتره للتانيه بيسمع صوت خربشه في القبو، حد كانه بيرزع في حاجه تحت، بيفتش على حاجه، سامع صوت جاي من تحته خالص، كان في حد عايش تحت بيدور على حاجه. بس الموضوع بقى ما وقفش لحد شويه الاصوات والتدوير وشويه الحاجات اللي بيسمعها دي، لا الموضوع بقى يوم عن التاني بيتفاقم. فصور الفيديو اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده، اتفرجوا. There's been noises coming from this door all morning. I'll just sit here and record it for a minute. بمجرد ما فتح الباب بص ملقاش اي حد. فكرة ان هو بيفتح الباب وهو بيصور، يعني لو في حد كان واقف كان بان، لو في حد تحت وطلع كان هيبان برضه، مستحيل يعني. النزلة بتاعت القبو ضيقة، مثلا ممكن كنا نقول ان الاصوات اللي كان بيسمعها تحت دي او التكسير او الخبط او كده فار دخل، حيوان دخل من بره وخلاص، ولكن لا، يعني اكيد الحيوان ده مش هيقعد يفتح الباب بالطريقه دي. الفكره ان مفيش اي حد تحت خالص. فيا ترى اللي كان بيفتح الباب ده مين؟ الله اعلم. الفيديو الجاي لأسرة عايشة يا اندونيسيا يا الفلبين، انا مش متأكدة، او لو انتوا عارفين اللغة اللي بيتكلموا بيها يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. المهم يعني انهم أسرة بسيطة، زوج وزوجة ومعاهم طفل صغير يمكن ما كملش السنة.
بيقولوا انهم بمعدل يوم ويوم كل يوم بيسمعوا صوت خبط جاي على الباب بالليل بعد نص الليل. لما بيشوفوا الخبط ده مصدره ايه او بيفتحوا يدوروا على مين اللي بيخبط مش بيلاقوا اي حاجه. هما بيكونوا قاعدين في اوضه النوم بيسمعوا خبط على باب اوضه النوم، بيفتحوا بيفتشوا الشقه كلها بيلاقوش اي حاجه. اوقات تانية او ايام تانية بيبداوا يسمعوا بقى تخبيط جامد 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 على باب الشقه، برضه بيفتحوا ما بيلاقوش اي حاجه. رب الاسره بيقول ان هو جرب كل حاجه، جاب قسيس قرا في البيت، رش ميه مقدسه، عمل كل ما يعمل علشان يخلصوا من الظواهر دي، ولكن برضه مفيش اي فايده. لحد ما في يوم من الايام بيصحوا من النوم، بس المره دي مش على صوت خبط، على صوت حاجه تانية. اتفرجوا وركزوا في الصوت. Johnny, es la voz de la niña, papi. Sí, pero De Marco. no, 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 no. ¿Cómo no? Si es de la niña. Pero ¿No no le ha es, pasado algo? no, ya sabes que no es la niña, ya sabes que no es la niña, ya no hagas ruido aquí. Ya sabes que no es la niña. Entonces, Pues espérate. oye, Está aquí afuera, ¿ah? sí, no habrá pasado algo. No, tú tranquila, no pasó nada, es eso que nos habla. Pero no le voy a abrir. Voy a bajar. No mames, güey. Ah, cabrón. Miren, amigos, no hay nadie. Ya es de madrugada y mis hijos no están, se fueron a dormir con su abuela. No hay absolutamente nadie. Escuchan los ruidos. Uy. Escuche. Yo creo que ya no es hora de estar. Se escuchó aquí. Son casi las 2 de la madrugada. Ya les mostré. No hay absolutamente nadie. Ya está todo cerrado. Está todo cerrado y me voy. زي ما سمعتوا كده في صوت كأنه في صوت طفل أو طفلة واضح في الفيديو بيتكلم، والصوت جاي تحديدا مصدره من بره الغرفة. بره الغرفة دي اللي هي بقية الشقة يعني. فالزوج بيخرج بره يشوف مين موجود، الصوت ده جاي منين، مفيش أي أثر لأي طفل موجود خالص، كله على عينك يا تاجر هو موجود في الفيديو. ولكن المشاهدين لما شافوا الفيديو ده لاحظوا حاجة كده معينة، تفصيلة معينة، وهي دمية لبوبو. دمية لبوبو كذا حد اشتكى ان هي لما بتكون موجودة في البيت بيسمعوا بقى ظواهر غريبة كده في البيت، صوت خبط، صوت خربشة، حاجات بتتحرك. وكانوا الناس معتقدة يعني ان الموضوع ده ليه علاقة بالدمية، لان الدمية شكلها يعني غريب، شكلها غبي بصراحة. ولكن في النهاية ممكن تكون دي مجرد اشاعات مش اكتر. في ناس تانية قالت لا، ده اللي حصل ده بسبب ان انت كنت بتجيب قسيس او حد يقرا او يرش ميه مقدسة في البيت يعني، فالظواهر دي بتنشط لما بيحصل حاجه زي كده. خصوصا ان الراجل بيقول ان لما بيعمل جلسات من دي الظواهر دي بتقل شويه ولكن بترجع تتعاد تاني. فبيقول مهما هيعمل برضو الظواهر دي هتفضل موجوده. وواضح كده ان في كذا جن، مش جن واحد، في جن بيخبط، جن بيقلد اصوات، فيعني البيت ايه مش مظبوط يعني، احسن له يسيبه ويمشي. فيا ترى انتوا ايه رايكم؟ يا ترى الموضوع ده متعلق بالدميه اللي هي عندهم دي، ولا دول عمار بيت وده جن، ولا ايه؟ اكتبوا لي انتوا ايه رايكم.
ركزوا بقى في الفيديو الجاي ده او في المقاطع الجايه دي عشان تتاكدوا لي يعني هل اللي انا شايفاه ده صح ولا ده ممكن يكون فيديوهات متفيكه. اللي في الفيديو ده واحد بيقول ان هو بيشهد في بيته ظواهر غريبه، وعنده كاميرات مراقبه، وعنده كاميرا تليفونه بيصور بيها، ومنزل على الموقع بتاعه على تيك توك كذا فيديو ليه علاقه بالظواهر الغريبه اللي بتحصل في شقته. مره يلاقي خيالات كده بتظهر له، مرة يلاقي زي كرات بيضة كده بتتحرك قدام الكاميرا، خبط مستمر على الأبواب، وأصوات غريبة ملاش أي تفسير، حاجات يعني من الكلام ده. في الفيديو الجاي ده بيقول بقى إنه فجأة كده وهو قاعد بدأ يسمع صوت ضحك جاي من أوضة هو مخصصة كده للخزين، للكراكيب يعني الحاجات اللي هو مش بيستخدمها، عاملها مخزن كده يعني. الصوت كان واضح، ما كانش قادر إن هو يتجاهله أبدا، فقرر إن هو يخش يشوف إيه مصدر الصوت ده، وصور وهو بيدخل الأوضة، وده الفيديو اللي صوره. اتفرجوا. Okay. Hearing laughter or something coming from the room. Of course, it stops as soon as I close it here. زي ما انتوا شفتوا كده بتتحرك اللعبة جوه الأوضة، ولكن يعني خلينا نقول ان في ورا اللعبة دي خزنة كده او دولاب، فممكن يكون في حد مستخبي جوه الدولاب هو اللي بيحرك له اللعبة، ممكن يكون الفيديو فيك. خلينا نقول دلوقتي ان الفيديو ده قابل انه يكون فيك او حقيقي، ولكن الفيديو اللي بعد كده اللي صوره ملوش بصراحة أي تفسير. الفيديو الجاي لنفس الشخص بداخل بيته وهو خارج كده من الأوضة يفتش في البيت يعني كعادته بعد ما سمع أصوات عجيبة. الكاميرا بتلقط شيء مرعب جدا. اتفرجوا. Hello? زي ما شفتوا كده خيال لواحد طويل واقف في الأوضة كأنه لابس طاقية، حتى هو بقى يسميه الراجل أبو طاقية لأن هو شافه كذا مرة في البيت في كذا ركن من البيت. فيا ترى ده حقيقي ولا ده فيك؟ ولو عملوا فيك عملوا ازاي؟ يعني هو عملوا ايديت كده ازاي؟ ان انا شفت حوار الظل ده في كذا فيديو قبل كده. فيا ترى اللي بيحصل له ده حقيقي ولا ده جن موجود عنده بيتشكل له على هيئة راجل طويل ظل اسود لابس طاقية؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم. خلي بالكم بقى من المقطع اللي جاي ده عشان هو مرعب بجد. المقطع اللي جاي لواحد اسمه روجر كان في حمام مطعم، دخل الحمام كده كان متاكد ان هو لوحده تماما، مفيش اي صوت حواليه ولا اي حاجه، دخل الحمام عادي، ولكن بيتفاجئ كده مره واحده ان باب الحمام اللي جنبه وهو متاكد ان هو ما كانش فيه اي حد بيتفتح، وصوت التويلت بيشتغل، متاكد ان هو ما سمعش خطوات داخله اصلا، كان الباب فعلا اتفتح لوحده. فزياده تاكيد ليه وهو جوه كده نزل الكاميرا يصور بيها، واللي حصل له كان أقل ما يقال عنه إنه مرعب. اتفرجوا. زي ما شفتوا كده روجر كان هيتجنن اول ما شافش اي رجول موجوده في الارض، يعني الباب ده اتفتح ازاي والتويلت اللي جوه ده اشتغل ازاي؟ فالباب بيتفتح تاني على اساس ان حد يخرج منه، وخرج بقى روجر يشوف فيه مين بقى اللي طالع، فقام جاي الباب مهبود في وشه مره واحده. طبعا طلع يجري فص ملح وداب تقريبا هو مش ما دخلش الحمامات دي تاني، هو ما دخلش المطعم ده تاني اساسا. حطوا في اعتباركم ان الابواب في المكان ده مش ميكانيكيه، مش بميكانيزم معين، يعني مش اللي هو بتتشد وتتهبد لوحدها، لا خالص، بدليل الباب اللي هو لسه فاتحه لنفسه يعني. الفيديو الجاي لواحد عايش مع مراته في البيت، وهم نايمين كذا يوم بيحس ان في حركه غريبه معاه في الاوضه، تحديدا على السرير، كأن في حد بيتحرك معاهم في الاوضه. فقرر انه يركب كاميرا مراقبه في الاوضه كام يوم كده علشان يعني يتاكد اللي بيحسوا بالليل ده حقيقي. في الحقيقه اول ما هتشوفوا الفيديو كده في جليتش بيحصل على وش الراجل في الكاميرا ده، انا كنت متخيله ان ده الرعب اللي في الفيديو يعني شكله كان مرعب جدا بصراحه شكل الراجل، ولكن في الحقيقه مش ده الرعب اللي حصل في الفيديو. لما راجع الكاميرات لقى اللي هتشوفوه ده. اتفرجوا.
طبعا انتوا بعد ما تشوفوا الفيديو ده ممكن تقولوا لا ده الست بتحرك رجلها او الراجل بيحرك رجله، ولكن لا، الست نايمه على طرف السرير، واضح انها قصيره، يعني حتى حرف رجليها باين. الحركه حصلت بعيده عن رجلها تماما، الحركه حصلت اصلا في نص السرير على طرفه الاخير، فصعب جدا تكون رجلها هي اللي اتحركت. ثانيا في حركه رايحه جايه بعرض السرير، دي حصلت ازاي؟ ده شيء غريب جدا جدا، ملوش اي تفسير بصراحه، الا لو كانوا هم بقى حاطين حاجه تحت اللحاف ده عماله تتحرك، ويكون الفيديو ده مجرد فيديو فيك. ولكن خلينا نفترض ان الفيديو ده حقيقي، فهو بجد لو حقيقي هيبقى مرعب جدا جدا. لحد دلوقتي الزوجين دول ما نزلوش اي حاجه غريبه تانية حصلت لهم، وده بيرجح ان ده كان فيديو حقيقي مش مجرد فيديو فيك، يعني لانهم يعني ما نزلهوش بغرض الشهرة من الآخر، ولا حد عنده ليه تفسير تاني غير إنه يكون ده فيديو خارق مثلا للطبيعة. حد عنده تفسير يعني الحركة اللي حصلت دي؟ يا ريت تكتبوا لي رأيكم. بس لحد هنا تكون خلصت المقاطع بتاعتنا، خلص الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو، عجبتكم المقاطع، متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، واستنوا فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.